يسعد صباحكم يا حلوين. تعالوا النهاردة نجهز الغدا بدري بدري قوي كده. لو لسه ما ابتديتوش تعالوا نبتدي مع بعض. النهاردة هنعمل كفتة بشكل لطيف ولذيذ وليها صوص لطيف. ممكن ناكله مع المكرونة او مع الرز الابيض او رز بالشعرية. انا عندي نص كيلو من اللحمة المفرومة، طبعا دي مفرومة ناعم وفيها نسبة من الدهن وده لازم وضروري. عندي بصلة كبيرة مبشورة أو فرمها ناعم جدا وعصرة المية بتاعتها، طماطمية وعصرة المية بتاعتها، كمان فلفلة لونها أحمر تكون طرية كده وتعصريها كويس قوي من المية لأن الفلفل بيبقى فيه مية، ونص معلقة من الثوم، وحطيت معلقتين كبار من البقسماط الناعم، وشوية توابل اللي هي ملح وفلفل وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر، وكمان حطيت بشر ليمون. هنعجن كل المكونات دي مع بعض كويس جدا، هنخليها زي العجينة. مهم جدا انها تتسمغ وتبقى لازقة كلها جوه بعضها. بعد ما اعجنها كلها جوه بعضها كده احط شوية من البيكنج باودر، نص معلقة صغيرة، واعجنهم تاني برضو وادخلها التلاجة شوية ترتاح. مهم جدا انها تبقى ملزقة كده معاك، تمسكيها تقوم تشد منك كده وتحاولي تخرجيها من بعض تبقى ماسكة. جبت المعلقة الخشب بتاعتي وابتدي اصبع الكفتة دي. المية بتاعة البصل وكمان شوية من مية الطماطم، وحطيت عليهم شوية ملح وفلفل ومعلقة زيت، وابتدي امسك ابل ايدي كده واصبع الكفتة. اعمليها بالحجم اللي انت عايزاه، كبير صغير زي ما مدور طويل، اي حاجة، المهم انها تبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. طبعا وانا بفرم البصل اساسا من البداية شلت معلقتين كده من غير ما ما اعصر المية بتاعتهم، شلتهم على جنب، زائد المية اللي هتتفضل مني من اللي انا ببل ايدي منها دي، انا برضو هستخدمها مع الصوص اللي انا هحط فيه الكفتة. بعد ما اصبعها خالص هرجعها التلاجة تاني ترتاح شوية عشان برضو تبقى متماسكة. هروح على البوتاجاز بتاعي واحط فيه شوية زيت وانزل بالكفتة بتاعتي واحمرها من كل جانب، لازم يعني تتحمر من كل ناحية كأنك هتاكليها على طول يعني، بغض النظر ان احنا هنعمل صوص ليها لكن لازم تكون مستوية تماما. تمام. اديها الصدمة بتاعتها، طبعا النار لازم تكون عالية عشان ما تنزليش مية وتبوظلي الدنيا، وابتدي اقلبها بالراحة كده لغاية ما تاخد لون من كل جانب. تمام، هخرجها خلاص كده، هي تقريبا استوت تماما، ومش هطفي النار، هخلي الصينية بتاعتي زي ما هي موجودة، والحاجات اللي فضلت من التحمير دي هنزل بالبصلاية اللي انا قلتلكوا عليها، اللي انا شلتهم، المعلقتين اللي انا شلتهم في الاول، وكمان البواقي اللي اتبقت مني من الحاجات اللي انا كنت بصبع بيها. الحاجات دي بتبقى تحفة وطعمها جميل جدا. كمان انا عصرت 2 من حبات الطماطم اللي تكون لونهم احمر، عصرتهم كويس جدا او فرمتهم في المفرمة زي ما انتم شايفين، وهنزل بيها على الصينية بتاعتي، واحط شوية ملح وشوية فلفل واسيبها تغلي غلوتين كده مع بعض، وهنزل بالكفتة بتاعتي بالصوص بتاعها كله، واسيبها تاخد غلوتين مع بعض. مش هتاخد اكتر من 5 دقايق، كمان 5 دقايق دي كتيرة يعني، لان الكفتة بتاعتنا مستوية والطماطم خلاص اتسبكت. اتسبكت، لازم تكون متسبكة. عايزة اقولك لو انت عندك دبس رمان ممكن تحطيه، عندك عسل اسود ممكن تحطي معلقة، عندك اي حاجة من الحاجات اللي هي بتدي لون غامق ممكن تحطيه. انا ما حطيتش، يعني اكتفيت بالصوص اللي موجود. هتاكليه مع رز ابيض او بالشعرية او مكرونة، ايا كان زي ما تحبي هتعمليه سندوتشات،
براحتك خالص، المهم انها وجبة سريعة وما بتاخدش وقت. ونهاركم زي الفل.